بلا شك غادي تكونوا عرفتوا هاد الرسوم المتحركة، السلسلة اللي كانت وما زال دايرة ضجة في العالم كامل من خلال التنبؤات اللي كيدير في الحلقات ديالو. والبعض كيربطوه بالماسونية ونظرية المؤامرة، وحتى انا شخصيا ما كنثيقش في هاد الناس، حيت الاغلبية ديال الحلقات اللي داروا من بعد طراو وبدون اي مقدمات ولا شرح ولا شي حاجة. وكاين اللي كيقول لك انهم مجرد صدفة، ولكن راه بزاف على الصدف. في الفيديو ديال هاد النهار غادي نهضروا على واحد الحلقة مفقودة، ماشي مفقودة وانما ممنوعة دار في التلفازة. هاد الحلقة واللي هي حلقة باسم شكرا للرب انه يوم الحساب. من خلال العنوان غادي يجي لبالكم شنو كاين في هاد الحلقة اللي تجرؤوا وجسدوا الذات الالهية. الحلقة كتبدا من بعد ما الشخصية الرئيسية هومر كان في واحد السينما وكيبان باللي خايف من الرابتشر. الرابتشر هذا هو واحد المعتقد عند المسيحيين، ماشي المسيحيين كاملين وإنما البعض منهم كيعتقدوا بالله أن يوم القيامة كاع الأرواح الصالحة غادي تطلع عند الله، وغادي يبقاو غير الناس اللي ما صالحينش وغادي يحضروا على أهوال يوم القيامة. من بعد غادي يبان هومر غادي في الطوموبيل ديالو وغادي يطيح عليه قطرات ديال الدم. تساقط قطرات من الدم من السماء في المعتقد المسيحي أظن هي علامات من علامات الساعة، وهذا الشيء اللي خلاه هومر يتيقن بالله يوم الحساب قريب وبزاف. من بعد هومر شنو غادي يدير؟ غادي يمشي لواحد المكتبة وغادي يطلب كتاب ديني، ومن خلال داك الكتاب غادي يبدا يحسب فوقاش غادي يكون يوم القيامة بالضبط. من بعد ما هومر ضرب الحسابات ديالو خرج له بالله يوم الحساب غادي يكون من هنا ل7 أيام وبالضبط في الساعة 3:15. من بعد هومر خرج بواحد اللافتة علقها عليه وبقى كيدور في الزناقي وكيقول للناس باللي النهاية ويوم الحساب راه قريب، وبقى كينصح الناس باش يتوبوا، وبالفعل بعض الناس تاقوا به. من بعد هومر غادي يحلم بالله يوم الحساب غادي يبدا من واحد الجبل قريب منهم. من بعد جاء اليوم الموعود وكل شيء طلع مع هومر للجبل، كيستناو التوقيت، كل شيء كيستناو كيترقب شنو غادي يوقع، ولكن ما وقعت حتى شي حاجه. هنا هومر غادي يبان كذاب وكل شيء ما بقاش كيثيق به، وكل شيء ولا كيكرهو حتى اللي صحابو المقربين ليه. واحد النهار هومر دخل البيت ديالو وشاف داك اللوحه اللي كان كيدير فيها الحسابات، ولقى ان الحسابات اللي دار كامله غلطه. من بعد ما هومر رجع دار الحساب ديالو تصدم بالله انه يوم الحساب باقي له 30 دقيقه فقط. هنا هومر بقى كيغوت في الدار وكيعيط على العائله ديالو وكيقول لهم بالله يوجدوا راسهم اليوم الحساب حيت ما باقي ليه والو، فقط 30 دقيقه. ولكن حتى واحد في العائله ما كان مقتنع بالهضره ديالو. من بعد هومر كيشد الطوموبيل ديالو وكيمشي للجبل بوحدو. هنا غادي يبانوا شي لقطات اللي كانوا السبب في منع هذه الحلقه، وبالطبع ما غاديش نبينوهم ولكن غادي نختصر عليكم. فجأة هومر طلع للسماء، وهو الوحيد في هاد البلدة اللي طلع للسماء حيت كان مؤمن بيوم الحساب. هنا كيبان هومر وصل لواحد البلاصة فوق الغيام وكتبان زوينة، وهنا بغاو يمثلوا بالله هذيك هي الجنة. من بعد كيبان واحد الراجل لابس الابيض وعنده جنحين، وهنا مثلوه استغفر الله العظيم بالملائكة، وكيقول لهومر مرحبا بك في الجنة. Homer Simpson, welcome to heaven. من بعد كيبينوا بالله ان الجنة مكان عادي وما فيها حتى شي حاجة متغيرة على العالم السفلي. It is our nature walk, our pedicure hut, our state-of-the-art showroom tonight featuring Los Lobos, and over there is our water slide that's coming next year. It's going to be super fantastic. من بعد هومر كيبان وهو كيكمي واحد السيجار وكيسول احد الملائكة اشنو قال عائلته والناس في الارض. الملائكة كيبين له بالله ان عائلته والناس كاملين والارض كاملة في خراب كبير. من بعد هومر غادي يبان طالع في واحد الدرج كهربائي، وفي الجنب ديال هاد الدرج كاينه واحد اللافتة مكتوب عليها God يعني الله. وهنا غادي تبدا المشاهد اللي فعلا كتسيء لجميع الديانات واللي تجرؤوا وجسدوا فيها الذات الالهيه استغفر الله العظيم. من بعد هومر كيبان باللي كيطلب من الرب انه يرجع للارض باش يساعد الزوجه ديالو والابناء ديالو، وكذلك طلب انه يأجل يوم القيامه.
والصراحة كانوا واحد الكميات ديال المشاهد كبيرة بزاف اللي ما قدرتش انني نعرضها. What do you want, Homer? Just send me back to Earth and put off this whole rapture hoop-de-doo for another couple of years or so. But it's already started. المغزى ديال هاد الشيء ما عرفناهش، ولكن كيبين لك انه كاينه شي حاجه من وراء الستار. هادشي كامل كيديروه تحت مسمى الكوميديا. على العموم نرجع لنهايه القصه. من بعد هومر كيبان رجع للارض وتلاقى مع عائلته، والارض كيبان باللي ما فيها حتى شي حاجه ورجعت طبيعيه جدا وكما كانت في الاول. هذه كانت هي النهايه ديال هاد الحلقه، والحمد لله انهم منعوها من العرض. في الاخير اذا كيعجبكم هذا المحتوى ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك لزياده التفاعل، ونتلاقاو في فيديو اخر.